عليكم. تخيل معايا كده احنا كبشر قدرنا نطلع على القمر ونستكشف المريخ ونوصل لأعماق المحيطات. بس هل تصدق ان أعمق نقطة وصلنا لها في كوكبنا نفسه مش بتعدي حتى 1% من عمق الأرض؟ طب ليه؟ ايه اللي حصل لما حاولنا نحفر؟ وهل فعلا في ناس قالت انهم سمعوا أصوات جحيم طالعة من جوه الأرض؟ كل ده هنعرفه النهاردة. أنا محمد ودي قناة أي حاجة. نحكي لك عن أعمق حفرة حفرها الإنسان في التاريخ، مشروع اسمه بئر كولا العميق. بدأ الاتحاد السوفيتي سنة 1970 في شبه جزيرة كولا شمال روسيا. الهدف منها دراسة قشرة الأرض والوصول لأعمق نقطة ممكنة، وبعد شغل استمر حوالي 20 سنة قدروا يوصلوا لعمق 12.2 كيلومتر بس. والمفاجأة إنهم اضطروا يوقفوا حفر، مش عشان فلوس ولا حروب، لأ، عشان الحرارة اللي في العمق ده وصلت ل180 درجة مئوية. الأجهزة اتلفت والمعدات مقدرتش تتحمل. لكن الأغرب من كده إن في إشاعة وقتها انتشرت وقالت إنهم سمعوا أصوات جحيم من جوه البئر، لكن الحقيقة إن دي كانت إشاعة كاذبة أطلقتها محطة أمريكية صاخرة، واتنقلت على إنها حقيقة. ولا سمعوا أصوات ولا حاجة، بس الناس حبت تهول القصة. ولو ده أقصى عمق وصلنا له، وإحنا أصلا عايشين فوق الأرض، أمال مركز الأرض على بعد كام؟ مركز الأرض على حوالي 6371 كيلومتر. يعني احنا حرفيا ما حفرناش حتى 1% من العمق ده. طب ليه؟ وإيه اللي بيمنعنا؟ أولا الضغط، مع كل عمق بننزل فيه الضغط بيزيد بشكل جنوني، بحيث إن هو بيوصل لملايين الأضعاف من الضغط اللي بنعيشه على السطح. وثانيا الحرارة، النواة الداخلية للأرض بتوصل حرارتها لأكتر من 6000 درجة مئوية. يعني ولا أي آلة بشرية ولا مادة نعرفها تقدر تصمد قدام الظروف دي. وهل في طريقة تانية نعرف بيها ايه جوه الأرض؟ أيوة، العلماء بيستخدموا الموجات الزلزالية عشان يرسموا خريطة لبطن الأرض. الموجات دي بتتحرك بسرعات مختلفة في كل طبقة من طبقات الأرض، وده بيساعد العلماء يعرفوا الكثافة والتركيب ليها. كمان في أقمار صناعية بتتابع التغيرات المغناطيسية والحرارية في القشرة. أما المستقبل ففيه أفكار جامدة، زي الحفر بالبلازما أو روبوتات بتتحرك بدرجة حرارة مختلفة. بس لحد دلوقتي كلها مجرد أفكار في المختبر ولسه مش جاهزة للتنفيذ. فالحقيقة الصدمة إن الإنسان قدر يخرج من كوكبه، لكن لسه مش قادر يدخل حتى 1% جوه. وكأن كوكب الأرض بيقول لنا انتوا عارفين اللي ورا، بس لسه مش عارفيني كويس. السؤال بقى، لو في يوم وصلنا لمركز الأرض تتوقع نلاقي ايه؟ جحيم، معدن منصهر، ولا يمكن حاجة تانية؟ اكتبوا رأيك في الكومنتات، ولو عجبك الكلام دوس لايك وسبسكرايب عشان نكمل في سكة العلوم العميقة دي.